السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. القمر ده هنعمله النهارده بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة. ممكن هنغير في مقادير بسيطة لو حاجات مش عندك، بس انا هقولك على ابسط الطرق واسهل الطرق، اقتصادية وسهلة وبسيطة. لايك وشير لو اول مرة تشوفوني معاكم. حابب نوفر مع مطبخ حبيبة؟ ما تنسنيش في تعليق حلو منكم. معانا بصلاية وطماطماية وفلفلاية مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين، ومعلقة ملح صغيرة ورشة ملح ورشة فلفل ورشة كمون، وحطيت شوية كزبرة وكان عندي شوية فلفل الصغننين دول حطيتهم. معانا اول حاجة بيضاية، على فكرة من 1 ل3 ل10 بيضات اللي انت عايزة تحطيه. انا حطيت 3 بيضات. ومعانا كمان معلقتين دقيق او 3 معالق دقيق على حسب الكمية اللي هتعمليها. عشان 3 بيضات حطيت 3 معالق دقيق، لو بيضاية واحدة حطي معلقتين بس. يعني ممكن تتعمل بأي كمية عندك. وخففناها بمية، وعلى فكرة ممكن تخفي بلبن، في اسهل من كده؟ لا طبعا. هننزل بده على ده ونقلبه زي ما انتوا شايفين. اكلة مغذية جدا وجميلة جدا وبسيطة، وهتديكي كمية وفيرة فوق ما تتخيلي. مفيش ابسط من كده زي ما احنا شايفين. كانت لسه سايلة شوية، حطيت لها كمان شوية دقيق صغيرين ومعلقة سمنة صغننة خالص معاها، ومعلقة سمنة في الطاسة. فردتها كده في الطاسة وساحت، وابتدت تسخن الطاسة، وابتديت انزل بالخليط كله وهغطيها على نار هادية جدا، وهختبرها كده بالمعلقة. لقيتها استوت وبقت زي الفل. من تحت اتحمرت زي ما انتوا شايفين اهو. حطيت المعلقة استوت بقت زي الفل، نزلتها في الطبق. هتاكليها لوحدها مغذية، هتاكليها مع عيش مغذية جميلة جدا. لو أول مرة تشوفوني معكم حابب نوفر مع مطبخ حبيب السهل والبسيط والوفير، واترككم في رعاية الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.